قامت قوات الامن السوري من عدة عناصر من الجيش بمداهمه هذه البلدات، وقامت بالدخول التعسف للبيت وتحطيم ابواب المنازل واخراق بعض المنتجات الخاصه كالدراجات الناريه، وقاموا بتكسير المحلات التجاريه وسرقه بعض محتوياتها الخفيفه والثمينه، وقاموا ايضا باعتقال العشرات من بلده محجه وايضا من ابناء بلده سحم بنفس السياره يتم مداهمه بلده سحم. يعني هذه المره الثالثه على التوالي يتم مداهمه هذه البلده، وذلك بحثا عن عناصر منشقه. وتعلمون هذه البلده يعني هي بلده حدوديه قريبه على قريبه من الاردن، وكان هناك خروج بعض العائلات الناجحه من هذه البلده الى الاردن. نعم. وطبعا تزامن هذا كله مع مع فشل الجامعه العربيه بفرض عقوبات اقتصاديه على النظام السوري طبعا، لكن نحن كردة فعل من قبل الشعب السوري ممتعضون من قرار جامعه المهل العربيه وليس الجامعه العربيه، لان هذه الجامعه قعدت منذ اكثر من شهر ونصف وتعطي للدول للنظام السوري المهله والدول الاخرى، وبين المهله والمهله هناك العشرات من الشهداء والمئات من المعتقلين. طبعا منذ شهر ونصف اول مهله اعطتها الجامعه العربيه للنظام السوري منذ حوالي شهر ونصف. لدينا لاحظنا المراقب الوضع السوري لاحظ ان هناك تزايد في اعداد الشهداء من الاطفال ومن النساء. نعم. طبعا هذا كله نحن ان شاء الله سنعلن عن الاضرار في تاريخ 11/12 ليشمل كل المدن السوريه كاحدى وسائل النظام السلمي ضد هذا النظام. هو يوم الاحد تم الاعلان عنه. نعم. صحيح محمود؟ نعم، يوم الاحد ومن قبل انتخابات الرئاسه المحليه في يوم واحد. طبعا هذا الاضرار بيشمل الحركه الطلابيه والحركه الاقتصاديه والحركه التجاريه والحركه المروريه ايضا. نعم. طبعا نحن سنفرض العقوبات على النظام السوري بعد فشل الجامعه العربيه بفرض هذه العقوبات على النظام السوري. نعم. شكرا لك محمود سيد، عضو الهيئه العامه للثوره السوريه من درعا.